أنامل ناعمة تملأ الخزان بالوقود في إحدى المحطات في جنوب لبنان. مشهد لم يعتد عليه المرء كثيرا لرؤية فتيات يمارسن مهنة لربما كانت حكرا على الرجال، لكن سمر دقدوق كسرت القاعدة وأنشأت محطة وقود وأسمتها محطة الملكة. حسينا أنه الفكرة حلوة، فزدنا عدد البنات وكمان لأنه نحن مع المرأة والمجتمع الذكوري طاغي إجمالا، لأنه نحن مع المساواة. سمر تدرك تماما في داخلها أنه إلى جانب مناصرة المرأة فإن محطة يديرها الجنس اللطيف ستكون محطة استقطاب وجذب للزبائن، فالنساء سيشعرن بالأمان والرجال بالسعادة. بحب اجي اعبي من هون كثير لانه الخدمه هون عندنا VIP وفي سبايا كمان، فشي كثير سبيشال وغريب يعني. لكن واحدا من الزبائن ثقته بالمرأة في هذا المجال غير مكتملة، فيحرص على متابعتها بنظراته للتدقيق على أن العمل تم على أكمل وجه. والبعض الآخر من شدة حماسه واستغرابه للفكرة تتسمر عيناه على المشهد الجذاب. كفاح الزين، العربية.